يقول فيصل سكت الراكب وطالع قدامه، ولكنه لاحظ ان الاثنين بينهم اشارات ويتغامزون بينهم ولكن ما لقيت لهم بال، وطنشت الموضوع ورجعت اطالع في الشارع وطالع في الانارات وطالع في المحلات وانا مستانس بهذا اليوم الجميل. ولكني لاحظت شيء غريب، الطريق لبيتنا سيده والونيت اخذ مفرق يمين، يعني طلع المخرج يمين عكس اتجاه بيتنا. وناديت السواق وقلت له تراك ضيعت الطريق يا غالي، المفروض تروح سيده. رد عليه خالد السواق وقال ايه ادري في واحد من عيال عمي هنا باخذه على طريقنا وبعدها بنكمل المشوار، تعرف صعب ادق مشوارين وكذا وبعدين ما يهمك ما راح ناخذ منك فلوس، المشوار هذا ببلاش. فيصل يقول والله اني بديت اخاف وصرت ادقق على اي غمزه او اي حركه بين الراكب والسواق، وعلي اللي هو الراكب كل شوي هو يطالع فيني. توترت شوي وقلت بالله عليكم رجعوني البيت. قال علي وش فيك خايف؟ ترك رجال. قال فيصل والله لا اعطيكم اللي تبغون بس رجعوني تكفون البيت، لاني خلاص هنا بديت الاحظ ان الوضع ما يطمن، فقمت اترجاهم انهم يرجعوني البيت واعطيهم اي شيء هم يبغونه. التفت علي الفيصل وقال يا ابن الحلال هذا هو المخيم حقنا هنا، بناخذ ولد عمنا وبيركب معنا وبنمشي على طول، وش فيك انت؟ لا تخاف. يقول فيصل حسيت ان ودي اني افك باب السياره وارمي نفسي في الشارع، ولكن ركزت في الطريق واستوعبت انهم ماسكين خط البر المتجه للمخيمات والشارع فاضي ما فيه الا سيارتنا، وخفت اني ارمي نفسي في الشارع راح يوقفون ويرجعون ويشيلوني، فقررت اني اسكت وانتظر واشوف ايش بيصير. المهم نحن وصلنا للمخيم ونزل السواق اللي هو خالد، قال اجلسوا هنا انا بروح انادي الرجال وبجيكم على طول، وجلس علي معي وانا خايف خوف غير طبيعي. المكان مظلم ولا فيه الا هذا المخيم، والمخيمات الثانيه بعيده شوي وتشوف الانوار حقتها البيضة هذه من بعيد. اخذنا حوالي 3 دقائق وشوي الا وخالد والرجال اللي معه جايين ويأشرون على السياره، وانا نبضات قلبي تدق، احس ان قلبي بيطلع من مكانه من قوه الخوف، واحس ان الدم عندي بيطق الشرايين عندي من قوه ضخ الدم. قرب خالد من السياره ولكن ما راح المقعد السواق، جاء الى بابي في المرتبه الخلفيه وفكر وقال حي الله خوينا انزل. فيصل يقول سحبت الباب من يده على طول وسكرته وقفلت الزر، واتفاجأ اذا بعلي مسك ركبتي ويقول انزل يا رجال انزل بس بنتعشى مع الشباب وبعدها بنكمل طريقنا. فيصل يقول عرفت بان الموضوع فيه غدره واني الان مختطف، واللي خاطفيني 3 شباب اقل واحد منهم عمره 25 سنه، والمشكله خويهم الثالث ريحته فايحه من الشراب يعني سكران على الاخر. فعرفت اني موجود في هذا المكان اللي الوضع فيه ما يطمن. فك خالد باب السواق ودخل يده على بابي وفك القفل، وانا بديت اصارخ وابكي واقول تكفى يا خالد تكفى يا خالد رجعني البيت، تكفى يا خالد رجعني البيت وانا اخوك، تكفى رجعني والله لا اعطيك اللي تبغى بس تكفى رجعني. ويفك خويهم هذا الباب ويسحبني من ذراعي وينزلني على طول على الارض، واطيح انا على الارض وانا احاول اقوم وادفدفهم، ولكن اسمع ضحكاتهم مثل الصدى في راسي وهم يضحكون علي ويقولون تبغى ترجع البيت ها؟ تبغى ترجع البيت ها؟ والله ما ترجع الا بعد ما نخلص منك. فيصل يقول قمت اصارخ صراخ حسيت انه يطلع من روحي، حسيت ان الصوت يطلع من بطني من قوه الصراخ، خايف خوف غير طبيعي. انا وش جابني هنا لاني عارف وش راح يصير. قمت اصارخ ونادي على المخيمات يا ناس تكفون الحقوني تكفون فكوني منهم، خاف والله الله يرحم والديكم رجعوني البيت، خاف الله فيني ابغى بس اي أحد